بالنسبه لهاد الحشوه هادي عندي 400 غرام ديال صدر الدجاج، معلقه كبيره ديال التوابل ديال الدجاج، معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء او البابريكا، معلقه صغيره ديال الابزار فلفل اسود، معلقه صغيره د الملحه. غادي نطحنهم في هاد الهشوار حتى كترجع لنا على هاد الشكل. واللي بغى يضيف الحار يضيفو. وفي هاد البول غادي ندير واحد كاس ديال الحليب ما يعادل 120 ملي، واحد المعلقه ديال الخميره، ونزيدو واحد المعلقه ديال العسل الطبيعي، واللي عنده العادي يديرو. غادي نخلطوا العناصر وغادي نزيدو واحد شويه ديال زيت العود، 8 معالق فقط. غادي نزيدو واحد الرشه ديال الخل الابيض. غتقولوا لي علاش الخل؟ هو اللي كيعطينا العجين ديالنا داك الفشفاشه. وهنا غادي نزيدو واحد الكاس ديال الفينو، واحد معلقه صغيره ديال الملحه. وهنا غادي نزيد القياس ديال كاس ديال العنبه، دقيق الحلويات، وغادي نخلط. ثم كما كتشوفوا العجينه ديالنا ما زدنا لا دقيق لا والو. ودابا هاد العجينه هادي غادي نقسمها في النص كما كتشوفوا، راه خفيفه شويه. غادي ننزل وغادي ندير يدي في الماء، وغادي نديها على قد التبسيط. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال صوص الصويا، وغادي نخوي الدجاج ديالي. بالنسبه اللي بغى يدير الجبن يديرو، اللي ما بغاش يديرو خليها هكا صحيه. ودابا غادي نشد العجينه اللي شاططنا وغادي نمشيها على هاد الطريقه هذه. ندير الماء، دائما غندير الماء في يدي، وغادي نشد على الطراف على هاد الشكل هذا. غادي نمشي معاها. وهنا كنكونوا ساليناه، حطينا عليها الموزاريلا، وغادي ندير لها واحد الخطوط كما كتشوفوا على هذا الشكل. غادي ندخلها الفران، درجه الحراره غتكون 150 حتى 160، وغادي نخليها طيب على خاطرها ونرجع معكم. هذه هي المدفونه ديالنا كما كتشوفوا، المدفونه الفاسيه. كتجي رائعه، كتجي هشيشه بحال شي حلوه وخفيفه. نتوما كتجي روعه بصراحه. جربوها وردوا عليا. دخلت عليكم بالله الا ما ردوا عليا في الكومونتير كيفاش جاتكم.